تخيل بقى معايا السيناريو اللي انا هقوله لك ده. يوم الحد الصبح كده انت دخلت على المدير بتاعك بكل ثقة، حطيت قدام منه ورقة عبارة عن تقرير من صفحة واحدة بس. بص فيها المدير في اقل من دقيقتين تلاتة، عرف كل حاجة، عرف جالنا كام عميل الشهر ده، جم منين بالظبط، صرفنا كام وجالنا كام، والاهم عرف المفروض نعمل ايه الشهر الجاي عشان نكسب اكتر. تخيل بقى معايا رد فعله وهو بيقول لك ممتاز، ده بالظبط اللي انا كنت محتاج اشوفه او اعرفه. هو ده الفرق بين المسوق اللي بيقدم ارقام وبيانات عشوائيه متلخبطه، بيقول اي كلام، يقول لك الناس بتتفاعل كويس، الاعلانات شغاله، معهوش ارقام. والمسوق المحترف اللي بيقدم قصه نجاح او تقارير فيها ارقام واضحه. في الفيديو ده انا هوريك شكل التقرير الفعلي اللي المفروض تقدمه كل اسبوع او كل شهر، سواء لمديرك او لصاحب الشركه او حتى لنفسك، عشان تعرف اذا كنت ماشي صح ولا غلط. التقرير بقى اللي قدام منك ده بسيط ومباشر، بتقسم ل5 أجزاء أساسية، كل جزء منهم بيجاوب على سؤال مهم جدا لصاحب الشركة. أول سؤال صاحب الشركة بيحب يعرفه عن الزيارات. أول حاجة، هل إحنا بنوصل لناس كتير، ناس مختلفة؟ هل حد بيشوفنا أصلا؟ هنا بقى هتحط عندك مصطلحين، اليوزر والسيشن. طبعا احنا ذاكرنا مع بعض المصطلحات في الفيديوهات اللي فاتت وعرفنا كل مصطلح يعني ايه واهميته ايه. النهارده هنحط المستخدمين، اليوزرز. هتقول لي يا فندم الشهر ده وصلنا 8500 شخص مهتم، وده بزيادة 15% عن الشهر اللي فات. انت كده بتوريه مجهودك التسويقي، انت كده بتوريه ان في نمو في التسويق وفي ناس اكتر بتزيد مع الوقت. تاني حاجة هي الجلسات أو الزيارات أو السيشن. طيب هتقول له يا فندم ال 8500 شخص اللي دخلوا دول والله عملوا 12000 زيارة للموقع. طب ليه بقى دي مهمة ليه؟ لأنها بتدل على مدى اهتمام الناس. لو عدد الزيارات أكبر بكتير من عدد المستخدمين، فاكرين ده معناه إيه؟ معناه إن العميل بيرجع للموقع مرة واتنين. ده مؤشر كبير جدا على إنه مهتم بمشروع أو منطقة ما جوه الموقع. ببساطة في الجزء ده انت بتقول للمدير بتاعك احنا بنكبر وفي ناس كتير جدا مهتمة بالمشروعات والمناطق اللي احنا بنقدمها على الموقع بتاعنا. تاني حاجة مدير الشركة او صاحب الشركة محتاج يعرفها هي مصادر الزيارة. الناس دي جت منين؟ جالنا 8500 مستخدم او عميل منين؟ هنا بقى بتبدأ توضح له قيمة كل جنيه هو بيصرفه على الإعلانات. بتقول له والله يا فندم أنا عندي بحث جوجل يعني الأورجانيك 40%. يا فندم 40% من الزوار دول لاقونا بشكل طبيعي مجاني على جوجل من غير ما ندفع ولا مليم في الإعلانات. وده يا فندم معناه إن جودة موقعنا والمحتوى بتاعنا عالي جدا. تمام. عندنا بقى يا فندم إعلانات الفيسبوك 30% جم من الحملات اللي اشتغلنا عليها، و20% من إعلانات جوجل، 20% من الحملات اللي احنا عملناها على جوجل الإعلانات المدفوعة. وعندنا بقى يا فندم 10% دايركت. يعني إيه؟ وضح له بقى، قول له كتبوا اسم الموقع بنفسهم كده ودخلوا عليه على طول. وده معناه إيه؟ ده معناه إن احنا اسم البراند بتاعنا بدأ يبقى مشهور وبدأ يبقى منتشر في السوق العقاري. الجزء ده من التقرير بيجاوب على سؤال الميزانية. مديرك دلوقتي شايف بعينه فلوس الإعلانات، عملا ببلاش بتيجي من SEO. طيب في منها تقفيل، طب زود الميزانية في تحسين محركات البحث. طيب الفيسبوك، لا الفيسبوك هري 30% ومفيش من وراه حاجة. طب اعلانات جوجل 20%، طب زود لي بقى اعلانات جوجل. الجزء الثالث بقى هو النتائج، اللي هو كسبنا ولا خسرنا. نقعد بقى نتكلم مع بعض، ده يعتبر اهم جزء بنحول فيه الارقام لفلوس مكاسب. اول حاجه لازم تحطها في التقرير هي الكونفرجن، اجمالي الاستفسارات ايه، الليدز اللي جم ايه. انا تقريبا من كل الزيارات اللي حصلت يا فندم والسيشنز حصل عندي 500 استفسار، عندي 500 شخص سجلوا بياناتهم، دول عملاء محتملين. كويس. كل عميل بقى محتمل كلفنا في المتوسط 100 جنيه. تكلفة الاستفسار الواحد CPA، لو فاكرين المصطلح بتاع CPA، كلفنا 100 جنيه. إجمالي المبيعات، فريق المبيعات نجح يقفل 20 عملية بيع، 20 وحدة. معدل تحويل العملاء المحتملين 4%، اللي هو الكلوزنج ريت، معدل
الإغلاق. هنا بقى لازم تبقى صريح شوية، يعني النسبة دي محتاجة مننا شوية يا فندم إن إحنا نحسّنها، ففي آخر التقرير هنشوف إزاي نحسّن معدل الإغلاق، ولازم نشتغل عليها حتى الشهر الجاي. إجمالي الإيرادات ال20 بيعة دول حققوا حوالي 800.000 جنيه. طيب هنروح كده لمصطلح مهم كنا أخدناه في المحاضرة اللي فاتت اسمه رؤاز، يبقى العائد على الإنفاق كل جنيه صرفته ادّاني 16 جنيه، يبقى كل جنيه حطيته في الإعلانات ادّاني قصاد منّه 16 جنيه، وده رقم ممتاز جدًا. ليه الجزء ده بقى بيغيّر قواعد اللعبة؟ لإننا هنا بنتكلّم بلغة الأرقام business. أنت بقى ما بقيتش مسوّق بتقول أي كلام عشوائيات والدنيا شغّالة يا فندم والحمد لله الcampaign بتجيب إلى آخره، لأ، أنت بقيت شريك استراتيجي بيوضّح للمدير وصاحب الشركة إزاي التسويق بيجيب فلوس. رابع أهم تقرير بتحطه قدّام صاحب الشركة هو الخلاصة بقى والقرارات، نعمل إيه الشهر الجاي. التقرير من غير الجزء ده بيبقى ناقص. هنا بقى بتثبت إنك مش مجرد ناقل بيانات، أنا بس مجرد بانقل لك بيانات من Google Analytics وباجي أحطها قدّام منك، لأ ده أنت محلل استراتيجي. بناءً بقى على الأرقام اللي فاتت في توصيات، يعني الرؤاز عندي كويس، فنزوّد الميزانية الشهر الجاي. الclosing rate 4 في المِيّة. إحنا محتاجين نقعد مع بتوع المبيعات، محتاجين نقفّل وحدات أكتر من كده. عندي الorganic search أنا باقفّل منّه أكتر، يبقى لازم أعمل تحسين لمحركات البحث في كلمات أكتر. حملات جوجل ads مدّياني عُملا نوعيتهم جودتهم أعلى من الفيسبوك، يبقى هازوّد ميزانية جوجل ads على حساب الفيسبوك. شُفت بقى الموضوع بسيط إزاي؟ أنت لمّا تقدّم تقرير بالشكل ده أنت مش بس بتورّي له شغلك، أنت بتبني ثقة، أنت بتدّي له رؤية، أنت بتقول لمديرك قد إيه أنا فاهم الbusiness والشركة حصل فيها إيه والمفروض يحصل إيه والمفروض نعمل إيه وإزاي نكبر. أنت بالضبط بدراستك لبرنامج Google Analytics حوّلت نَفْسك من مسوّق بيستنى التعليمات لمسوّق بيصنع قرارات. لمّا بتقدّم تقرير بالشكل ده ما فيش حد هيقدر يشكّك في شغلك، لإن الأرقام هي اللي بتتكلّم. وعشان تعرف تعمل تقرير صح وبالشكل ده لازم تتعلّم تستخدم Google Analytics، ما تسيبش بقى شغلك ومجهودك يروح على الفاضي، خلّيه يتشاف صح. أشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي.